السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، ان شاء الله يعجبك الفيديو. فيديو النهارده ناس بتشتكي من ان الافوميتر بصفه عامه بيخلص الحجر بتاعه او البطاريه بتاعته بتخلص بسرعه. تمام. طبعا الافو اللي قدامك ده هو اصلا الباور بتاعه كان شغال، فهو بيفصل المفروض اوتوماتيك، يعني مش محتاج انك تفصله. تمام. بس ده طبعا ما يغنيش ان البطاريه اصلا بتخلص بسرعه. فالحل للمشكله دي ايه؟ انا عن نفسي جربتها ونفعت معايا. انا كنت الافو ده بغير له نفس الحجر اللي انا هوريهولك دلوقتي ده، كنت بغيره له، مع اني ما كنتش بستخدمه كتير، يعني انا كنت بستخدمه كل فين وفين. يعني نفس الماركه اللي هي موجوده جي بي دي كنت بغيره، اللي هو سوبر سيل ده كنت بغيره مثلا كل قد ايه، كل شهر ونص مره. تمام. نفس الماركه دي. اما بقيت اتعامل ان انا مثلا استخدم الافو واجي في الاخر خالص اشيل الحجر بالشكل ده، اشيله خالص من غير اي مشاكل واقفله كده، وابدا ان انا بعد كده اما اجي استخدمه احط الحجر ده. بصراحة جاب معايا نتيجة. يعني انا دلوقتي حاليا الحجر ده معايا ازيد من 7 8 شهور بالظبط كده. تمام. فدي بصراحة كانت حاجة فعالة قوي، حبيت ان انا اشاركها معاكم، لان كان في كذا حد كتب لي على كذا فيديو كنت انا شارحه عن الافوميتر وكده، عن المشكلة دي انها كانت بتواجهه. فده بصراحة حل المشكلة. يعني ايه اللي تقدر حضرتك انك تتعامل بيه، يعني على عكس مثلا انك ممكن تشتري ماركة اغلى من كده بكتير، فهي مش مستاهلة. يعني هي حاجة بسيطة قوي ممكن ان حضرتك تعملها، وفي نفس الوقت تبقى برضو وفرت انك بدل ما تشتري حاجة غالية فانت بتشتري حاجة في متناول ايدك. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.